بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الدكتور امام احمد يا فندم. طبعا انا بصور بنفسي تمام، وهنا اللي هو بدايه الممر اللي جاي، اللي هو جاي مثلا من احنا نازلين من البير مباشر، وبعدين بادئ معانا من الشمال، اتجاه غرب، وبعدين كسر معانا يمين لجوه اتجاه الشرق. يعني قرص الشمس هذا في نفس التوازي بتاع نفس الحيطة اللي هي فيها الترجمة والجناح، نفس الحيطة. أنا في الممر على فكرة الممر بيعمل 9 متر، دي طبعا رجال الملك اللي هو بيقدم الكرابين تمام. نفس الحيطة اللي فيها طرنطونة دخول تانية اللي هي جناح الصقر، ده حضرتك جناح الصقر تمام. طبعا بعد جناح الصقر مباشر في دخلة هيها بس طبعا هم رادمينها. كان في حضرتك هنا كان في حجر موازي للحجر هذا اللي هو عليه الخراطيش تمام. كان في حجر هون وقع منهم تمام، ودي دخله شرعيه. ده طبعا الدخله الرئيسيه اللي هي من تحت قرص الشمس بره اللي هو اتجاه غرب، دي كمان برضو دخله شرعيه اتجاه غرب في نفس مستوى الحيطه تمام. هندخل لجوه شويه. انا داخله اتجاه الشرق والممر نفسه جاي من بحر الشرق، لكن المداخل نفسها متجهه الغرب. اللوحه الثانيه يا فندم هاي الخراطيش التعريفيه، وبعدين تيجي الكاميرا شويه لجوه هتبان صوره الملكه. دي صوره الملكه هيها باشعاراتها تمام. ده طبعا لجوه طبعا نهايه الممر، وفيه مدخل تاني من تحت الخشب ده لجوه، بس طبعا هو لما هيل قفلوه. انا كل هذا تصوير في ممر اللي هو الممر الطوري ده اللي اشتغلوه تحت، وبعدين وقفوا خشبه. ده مدخل شرعي برضو. يبقى احنا كده مقابلنا ال3 مداخل، 2 فرعيين والرئيسي بره اللي هو تحت قرص الشمس، وبنفس ال3 موازين لبعض، ونفس الشيء هم اتجاه غربي. الممرات دي يا فندم واخده 8 متر ونص بين البير وغرب 8 متر، وبعدين في تقفيله الابواب دي. يعني هذا 3 واحد من جوه في اتجاه الممر اللي احنا داخلين منه. ده ممر جاي من اول البير. انا هرجع بظهري عشان اجيب تصوير صح تمام، عشان الناس فاكره التصوير سهل كده. انا برجع بظهري عشان اوريكم مستوى الممر. دي صورة الملكة، هذا كله من جوه. طبعا الدخله اللي هي اخر حاجه على ايد الشمال من هنا كده عند الخشب من تحت، دي دخله برضو دخله شرعيه اتجاه غرب. نرجع لورا شويه. طبعا انا راجع بظهري، وادي صورة الملكة تمام. يلا دي الدخله الثانيه بعد الرئيسيه من بره، ودي بقيه الحجاره بره. وطبعا انا كده طالعه من الممر جايه من شرق. ادي الممر وادي الرجلين تمام، وادي فرنطونة الدخول الرئيسيه اللي هي فيها قرص الشمس، وادي اخره من بره، وادي اوله، وادي صورة البجعة، وبعدين كمان صورة الملكة المتوجة. المفترض ان انا طالعة
طالعه، انا كده طالعه على شمالي البير. 3 حجاره دول طبعا كانوا جوه، وهم وقعوا من الممر، وبعدين طلعوهم بره، يعني ما كانش مكانهم. الحجاره اللي بره دي مش مكانها الرئيسي. طبعا هلف انا يمين وهجيب الممر من بدايته، من وانا نازله من البير. تمام، الداخله اتجاه غرب، وادي قرص الشمس من على بعد. ايوه طبعا هو المفترض ان الداخله تكون كده، هم اشتغلوا شويه. يعني الممر ده حضرتك اللي هو من فوقه قرص الشمس، ده المدخل من الناحيه الغربيه. المفروض الممر بينه وبين اول البير من بره لحد نهايته من جوه 8 متر ونص. طبعا هم ما اشتغلوش غير هدول بس، ابو 4 متر بس، ووقفوا على كده بس. هو المفروض ان هو يكمل 4 متر تاني اللي جوه. انا طبعا داخله كده، وادي ها ده الممر، ده الممر، ده الممر. مفيش طبعا كتابات على اليمين يا جماعه، الكتابات كلها جايه على الشمال من الناحيه الغربيه، اللي هي الرسومات والكتابات والاشعارات والخراطيش كله جاي من الناحيه الشمال، واحنا مشرقين. لكن على ايدي اليمين مفيش غير تتويج الملك بس، الملكه هاي بس، والخراطيش هاي والكتابات هاي بس. ده الحجر الوحيد اللي هو عليه الملكه المتوجه بس، وباقي الحجاره زي ما انتم شايفين كلها صماء لجوه لاخر شيء من جوه بس. كل الكتابات جايه من الناحيه الغربيه اللي هي ايوه